السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم قناة الجوكر فن الطبخ رقم 1. النهاردة بإذن الله هنعمل لكم كوكتيل بطريقة جميلة. اتفضلوا معانا. طبعا هيكون عندنا طبعا كوباية فراولة أو ربع كيلو فراولة. طبعا بنحط عليه مقدار نص كوباية شربات فراولة أو عصير فراولة، ونبدأ نضربهم زي ما انتم شايفين. ده أول تحضيرة. طبعا نضربهم لحد ما ينعم. طبعا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، صلاة دائمة بدوامه باقية ببقائه على آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إن شاء الله قلنا هنعمل كوكتيل بطريقة زي بتاعة المحلات. شوفوها واتفرجوا معانا، حاجة روعة الروعة. يلا بينا. ومعانا مانجا. السكر طبعا حسب المقادير، يعني السكر حسب انت بتحبه محلي او بتحبه دايت. عملنا طبعا المانجا. نخش على الكريمة. معانا كوبايتين ونص لبن ساقعين، ودي كريمة عادية. نضربها لحد ما بتتماسك. لازم يكون اللبن ساقع جدا. طبعا دي الكريمة اللي احنا هنشتغل بيها بإذن الله. نضربها لحد ما توصل لنفس القوام دوت. معانا تفاح طبعا بنقطعه بالطريقة دي، أناناس، جوافة، موز. نبدأ بسم الله ونقطعه. بنبدأ نحطه في بولة بنفس الطريقة. ده الموز طبعا متقطع بنفس الطريقة دي حلقات كده. ونبدأ نقلبهم تقليبة كده بسيطة جدا. نجيب التفاح فوق والكنتالوب والمانجا. نبدأ نحط الكريمة في قعر كوباية كده، ونديها عشان نخففها سنة صغيرة بشوية لبن. يعني عايزين القوام بتاعها يكون خفيف جدا، مش زي كريمة تقيلة زي ما احنا شايفينها. ده عشان نعمل بيها شغل انت هتشوفوه دلوقتي، حاجة جميلة بإذن الله. أتمنى منكم المشاركة في القناة لكي يوصلكم كل جديد. طبعا احنا عشان في الصيف احنا عملنا كوكتيل في البيت، حاجة جميلة وحاجة لذيذة وحاجة روعة الروعة. نبدأ نحط كمية بسيطة كده في كل كوباية. طبعا أنا جايب كوباية بلاستيك عشان حتى الولاد عندي في البيت يبص إن أنا شاريها من بره، يعني هي زي بتاع بره بالظبط. يا جماعة صدقوني جربوها، حكاية. بسم الله ما شاء الله. حط سنس فراولة كده صغير من اللي احنا لسه عاملينه في كل كوباية، بيدي منظر الجميل اللي انت شايفينه ده. شوفوا الجمال، شوفوا الجمال، شوفوا الجمال يا جماعة. ونبدأ الكريمة اللي احنا خففناها. الكريمة ده خففناها بلبن، غير الكريمة بتاعت التزيين فوق الوش. يعني احنا خدنا منها نسبة بسيطة حطيناها كده في الكوباية عشان ندي ايه السنس الجميل او الشكل الروعة اللي انتوا شايفينه دوت. دي شغل المحلات، بس ده معمول في البيت، حاجة مضمونة، حاجة جميلة جدا. جربوها تدولي بإذن الله. طبعا بنبدأ نزين بقى بجزء من الفواكه اللي عندنا.
بعد الكريمة كده. بعد كده نديهم ايه العصير المانجا. عصير المانجا شوفوا يا جماعة بنخبط كده سنس عشان ينزل ايه، تحس ان هو حاجة سايلة كده ما شاء الله. الله اكبر الله اكبر. حاجة جميلة جدا، اللون يشد الطفل نفسه، يشد الكبير قبل الصغير. طبعا الموضوع مش مكلف. 2 موز، 2 كنتالوب، 2 جوافة، 2 تفاح. عمل لنا 10 كوبايات بالظبط على قد الأسرة. حاجة جميلة جدا زي ما انتم شايفين يا جماعة، ما شاء الله الله أكبر. في الصيف دوت عايز الآيس كريم، عايز الكوكتيل، عايز العصاير. طبعا احنا هنا في الصيف عملنا الطريقة الجميلة اللي احنا عملنا بيها دي، وعاملين قبل كده، عملنا قبل كده طبعا الآيس كريم من كام يوم بالظبط. أتمنى تشاركوني في القناة لكي أوصلكم كل جديد. ده الكوكتيل بنزينه بأي حاجة موجودة عندنا. فراولة موجودة، أي حاجة موجودة عندك طبعا، عشان بس إيه في ناس مش تقولك أنا راح أشتري كذا. أي حاجة موجودة عندك، عندك كنتالوب، عندك أناناس، عندك موز، عندك فراولة. زيني بنفس الطريقة دي، بالطريقة اللي احنا عملناها. شوفوها وقولوا رأيكم. أتمنى منكم الاشتراك في القناة، كتبت كومنت في حاجة برضو انتوا المفروض تقولوها لي، انا بسمع رأيكم وبعمل بكلامكم. السلام عليكم. شوفوا الشكل والجمال والروعة في رعاية الله.